رب موجود في سفر المزامير 110 يا قمص زكريا بطرس. لا تقل يا صاحب. ايوه اوعى تقول كيف تضحك. وادعوه الى المناظرة العلنية. معنا على الخط دلوقتي اخونا زين. اخونا زين اخ مسلم وبنحبك وبنرحب بيك. نقول لك اتفضل اسمعنا صوتك. اتفضل. الو، صوتي واضح؟ ايوه صوتك واضح. مرحب بيك. لدي مداخلة بما ان الحلقة عن الرد على الملحدين، فانني اتساءل من هنا يا قمص زكريا بطرس، أتريد أن تقنع الملحد بأن خالق الكون قد صلب ومات 3 أيام؟ أتريد أن تقنع الملحد بإله جميل؟ أي إله من الثلاثة ستقنعه؟ الآب أم الابن أم الروح القدس؟ بالمناسبة قبل أن أتم، فإني أدعوك إلى مناظرة علانية، وأنا اسمي زين خير الله ومعروف على وسائل التواصل الاجتماعي. أدعوك إلى مناظرة على البث المباشر في أي مكان تريد، وإنني على استعداد من الآن بفضل من الله عز وجل. فهل تقبل أمام الجميع وتقول أنا أقبل مناظرة زين خير الله؟ لا تغلق الخط علي، فإن الحوار سيستمر. أرجو أنك لا تغلق الخط. أريد أن أتم مداخلتي. تفضل. طيب، بما أن تكلمنا عن المناظرة ومنتظر ردك، أريد مناظرة على البث المباشر، والآن يسمعونك الآلاف بالمناسبة يا قمص زكريا بطرس، وكثير من النصارى يقولون ردوا على أبونا زكريا بطرس. ها أنا أتصل بالقمص زكريا بطرس وأدعوه إلى المناظرة العلنية، وإنني على يقين لن تقبل. وأرجو أن تخيب ظني وتقول أمام الجميع أقبل مناظرة زين خير الله على البث المباشر. تمام؟ طيب، فنعود للموضوع. هل أنت ستقنع الملحد بإله جميل؟ أي إله من الثلاثة ستقنعهم؟ فإن سفر المزامير في كتابك يقول، سفر المزامير 110، قال الرب لربي. كم رب هنا؟ كم رب موجود في سفر المزامير 110 يا قمص زكريا بطرس؟ النص يقول قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. كم رب؟ قانون الإيمان عندك يقول إله من إله. كم إله؟ كل عاقل سيقول إلهان، لأن إذا قلت شمعة من شمعة شمعتان، إنسان من إنسان إنسانان، رجل من رجل رجلان، امرأة من امرأة امرأتان، فلا تقصف العقول وتقول أن إلها، إن قانون الإيمان عندك إله من إله ليس معناها إلهين. فإذا هكذا أنت لا تخاطب العاقلين، إنما تخاطب المجانين، ولن يصدقوك مع ذلك. فبالتالي هل ستقنعهم بالآب ولا بالابن ولا بالروح القدس؟ ولا حتقولهم الثلاثة؟ ما تقولش الثلاثة واحد يا قمص زكريا، فإن هذه الأضحوكة لم تعد تنطلي على العقول. أي الثلاثة واحد إذا كان الآب غير الابن غير الروح القدس؟ الآب هو المنبع والأساس، والابن هو المصلوب والمتجسد، والروح القدس هو الذي على شكل حمامة. الآب ليس مولودا ولا منبثقا، والابن عندك مولود، والروح القدس منبثق، يعني واحد والد، واحد مولود، وواحد منبثق. كم إله هؤلاء عند جميع العقلاء؟ أتريد أن تقنعهم بنشيد الإنشاد يا قمص زكريا بطرس؟ أتريد أن تقول لهم ما النص الذي يقول في كتابك ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم، دوائر فخذيك مثل الحليب؟ أتريد أن تقنع ملحدا أن هذا كلام وحي؟ هذا كلام الإله؟ تفضل رد يا قمص زكريا، وأرجو أن لا يغلق الخط، فإنني أريد أن أستمر في الحوار. أشكرك يا زين خير، وإحنا بنرحب بيك جدا وبكل سعة وبكل محبة وبكل رحابة صدر. مرحب بيك. أنت اتكلمت دلوقتي عن 7 حاجات، وطبعا في جديد وبنرحب بيك برضو باستمرار. القناة مفتوحة لأحبائنا المسلمين والملحدين على الرحب والسعة. أجاوبك ومش بنقفل عليك الخط ومش بنصادر كلامك إطلاقا. كل دي حاجات بتتقال علينا للتشويه بس. فأنا أرجو أنك أنت تعرف الحقيقة بنفسك. نمرة 1، أنت قلت كده، قلت أنت عايز تقنع الناس العاقلين بأن الخالق يتصلب ويموت 3 أيام ويقوم من الأموات، اللي هي العقيدة بتاعتنا بتاعت الفداء. يعني ده اعتراضك الأول. إيه بقى حكاية الله يتصلب يموت يندفن 3 أيام ويقوم؟ طبعا حبيبي أنت راجل عاقل وفاهم إن الله روح، الله روح، والروح لا يموت.
وليس هو بمادة ليصلب، وليس هو مادي ليقبر 3 أيام إطلاقا. الله، أمال بقى بتؤمنوا إزاي بقى أن ربنا فداكم؟ حلو، أنا بسأل نيابة عنك عشان مش هنقدر نعمل العملية سجالا يعني، لكن أنا برد غيبتك يعني. نحن نؤمن أن الله من أجل خطة الفداء، خطة الفداء، الله ليتمم خطة فداء الإنسان، فارتضى في قدرته وهو القادر على كل شيء. قادر، وانت تؤمن ان الله قادر على كل شيء. اتخذ جسدا بشريا كاملا زي اجسادنا دي، ومولود من امرأة، خد منها الجسد ده وحل فيه. هذا الجسد خالي من الخطية ليكون فادي، لئلا يموت بخطية نفسه، لكن ليكون فادي لازم يكون خالي من الخطية. طب وهو الله لما يبقى موجود في جسد المسيح والمسيح بيصلب ويموت، ده ما يأثرش عليه؟ عارف ازاي؟ اقول لك تشبيه. طب وهي عملية الصلب دي تستلزم كل الحاجات دي؟ طب وليه الفداء اصلا من اساسه؟ ودي مواضيع احنا اتكلمنا فيها كتير قوي، ولو كنت متابع حلقاتنا كنت تقدر تشوفها. قال: نحن لا نقول أن الله مات على الصليب، لكن الله اتخذ جسدا فمات به على الصليب. برضو تكذب، لأنكم أنتم تقولون في الكنيسة ترنيمة: آمين 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 بموتك يا رب نبشر. ثم قولك أن الجسد وحده يموت على الصليب، أنت نسفت عقيدة الفداء كلها، لأن أنت عندك كنصراني عقيدة الفداء الخطيئة الأصلية غير محدودة، فيلزم من مغفرتها موت شخص غير محدود. من هو غير المحدود عندك؟ الله الإله. لو كان الأمر مجرد موت جسد على الصليب ما كان آدم يموت، بسيط جدا الأمر، كان آدم ممكن هو اللي يموت. ليش أنتم ترفضوا أن آدم هو الذي يموت؟ لا، تقولون لابد الإله أن يموت، لأن آدم مجرد جسد. إذن الذي مات على الصليب ليس مجرد جسد. لذلك النص في كتابكم في سفر أعمال الرسل يقول: كنيسة الله التي اقتناها بدمه. الضمير عائد على كلمة الله، مش عائد على مجرد جسد. النص في رسالة بطرس يقول: صلبتم رب المجد. اللي صلب هو الرب، مش مجرد جسد. تضحكوش على الناس. البابا شنودة يقول: إذا الجسد وحده الذي مات فباطل عقيدة الفداء كلها، لأن الخطيئة غير محدودة، فلا بد الذي يموت غير محدود، مش مجرد جسد. الجسد محدود، جسد المسيح محدود. ولذلك يرد عليك يا زكريا بطرس الأنبا أو القديس، وصار بعد ما مات عندكم، اللي هو القديس مار إسحاق السرياني في كتاب حتمية التجسد والتثليث، يقول بالحرف: فافتخار الكنيسة أن الله مات على الصليب. هذا قديس عند النصارى اسمه مار إسحاق السرياني، يقول بالحرف: فافتخار الكنيسة أن الله مات على الصليب. وتقول لي أنت تخجل من المسلمين أن تعترف بذلك، تخجل، تقول أن الله قادر على كل شيء، إذن هو قادر على التجسد. أنا ما أدري حكايتكم الله قادر على كل شيء ما تعرفوش إلا في التجسد فقط. طيب خلاص، الله قادر على كل شيء، إذن هو قادر على التجسد. سؤال: لماذا تجسد الإله عندك؟ لمغفرة خطيئة آدم التي أخطأ فيها وأكل من التفاحة وتوارثت البشرية هذه الخطيئة، فنزل الإله وتجسد في شكل إنسان ليموت على الصليب ويغفر هذه الخطيئة. كويس، أما كان قادرا أن يغفرها دون هذا العناء؟ أما كان قادرا الإله عندك أن يقول: غفرت لك يا آدم وقضي الأمر؟ لا، هنا ما فيش الله قادر على كل شيء، هنا خلاص أنا أنساها، أنا أحذفها. التجسد لا يتعلق بقدرة الله عز وجل. احنا ما نقول هنا ان الله سبحانه وتعالى قادر على التجسد او غير قادر، اصلا السؤال خطأ، لان الامر الذي لا يليق بالله عز وجل لا نسأل سؤال قادر ولا ما هو قادر. يعني على سبيل المثال، هل الله قادر ان ينام؟ غلط السؤال، لانه لا يليق بجلال الله عز وجل ان ينام، ملوش علاقة بالقدرة، هذا شيء لا يليق بجلال الله. هل نقول هل الإله قادر أن يكون مجنونا؟ يا مجنون، السؤال غبي، لأن هذا لا يتعلق بالقدرة، إنما يتعلق هذا هل يليق بالله عز وجل أم لا. الآن لما أسأل نصراني وأقول له: هل أنت قادر أن تخرج عريانا أمام الناس؟ سيجيب ويقول: هذا ما يتعلق بالقدرة، لكن هذا لا يليق بأدبي واحترامي أن أخرج عريانا أمام الناس. إذن المسألة ما لهاش علاقة بالقدرة، لها علاقة هل هذا يليق أم لا.
أنتم عندكم الإله أيها النصارى لما قلتم تجسد في شكل إنسان، النتيجة ماذا؟ تقولون ضرب وكان يتبول وكان يتبرز وكان يأكل ويشرب ويرضع من أمه وتكون في رحم أمه ونزل من فرج أمه ويبكي وبيعيط وولد في مزود يعني زريبة وهربت به أمه إلى مصر، ثم بعد ذلك كبر وصار عمره 33 سنة وأول 8 أيام في حياته كان اسمه كتوموتو كما يقول القسيس، بعدين صلب، بعدين مات، بعدين انضرب، بعدين انهان، بعدين بصق على وجهه. هذا الإله عند النصارى هكذا. كل هالمصايب هذه كلها بسبب إيش؟ لأنهم يقولون الإله تجسد، لأنهم يقولون الإله تجسد. إذا التجسد نتائجه هذه الأشياء التي ذكرناها قبل قليل. جسد المسيح طبيعي زيه زيه عادي، لكن ظهور الله فيه اداله هذا الكلام. طب والله بيظهر في المادة بقى، انتوا هتخرفوا ولا ايه؟ احنا مش ظهور الله في مادة اعترف به وشرحه شرحا جيدا تفصيليا الشيخ مرموق عندكم محترم، وهو الشيخ الشعراوي متولي الشعراوي. يبقى الله تجلى على خلق من خلقه ولا ما تجلاش؟ يبقى ثبت أن الله يتجلى على خلق، ولكن المتجلى عليه أيقدر على هذا التجلي أو لا يقدر؟ فإن أقدره الله وكما الجبل اللي هو لما تجلى له ربه إيه؟ امدد. يبقى إذا من الممكن طبعا إن هي مناظرة، هو قاعد يتكلم الآن وبعدين أنا من الممكن أن يتجلى الله على، وده كلام برضه كفر. هو ربنا بيظهر في حاجات مادية؟ معقول الكلام ده؟ ايوه معقول. وهل الاسلام والقران يشهد لذلك؟ بالتاكيد. افتح معايا قرانك لو موجود وياك في سوره الاعراف. وتجلى ربك للجبل ربه فجعله دكا وخر موسى صاعقا. فيبقى اذا الله تجلى في جبل، والجبل ده مكون من ايه؟ من حجر. تجلى للجبل وشاف موسى فخر صاعقا. بعدين تكذب على الشيخ الشعراوي، تقول ان الشيخ الشعراوي يقول ان الله يتجسد في جبل. يا أخي بجاحة في الكذب. بعد ذلك أنا لم أتخيل في حياتي صراحة. أولا اطمئن، لا يوجد مسلم على مر التاريخ يقول أن الله يتجسد في إنسان أو في أي مخلوق. هذا من المصادمات العقائدية عندنا، يعني هذا الأمر يتصادم مع القرآن وعقيدة الإسلام والسنة بكل وضوح. تمام؟ طيب أنت أتيت بآية في سورة الأعراف فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وأتيت بفيديو للشيخ الشعراوي يقول أن الله تجلى في الجبل. هل قال ذلك الشيخ الشعراوي؟ نعم قال ذلك. طيب هل هذا اعتراف بالتجسد؟ لا، لأن التجسد غير التجلي يا زكريا بطرس يا مدلس. تريد أن تدلس على الناس وتخلط بين التجلي والتجسد؟ تعال علمك ما معنى التجلي والفرق بينه وبين التجسد. التجسد هو اتحاد الإله بالإنسان ودخول الإله في جسد الإنسان، هذا التجسد، وهذا ما تعترف به النصرانية، ملناش دعوة، كفر وحده. بينما التجلي كما فسره العلماء وهذا ما قصده الشيخ الشعراوي هو ظهور جزء من نور الله. مش الله تجسد في الجبل، التجلي هو ظهور جزء من نور الله. تخيل أن هذه الآية زيكو ترد عليك وعلى النصارى، لأن الآية أصلها ماذا؟ موسى عليه السلام طلب رؤية الله، الله ماذا قال له؟ لن تراني. هذه أصلا نسف للتجسد، لأن إذا انتفت احتمالية الرؤية فالتجسد من باب أولى، وهذه سنأتي عليها النقطة هذه. إذا سيدنا موسى يا إخوة طلب من الله، قال يريد أن يراه، فماذا رد الله سبحانه وتعالى؟ قال إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. تمام؟ طيب سيدنا موسى ماذا فعل؟ نظر إلى الجبل فتجلى ربه للجبل فجعله دكا. تجلى يعني ظهر جزء من نور الله. النتيجة ماذا كانت؟ حين ظهر جزء من نور الله عز وجل، النتيجة ماذا كانت؟ أول شيء موسى خر صاعقة والجبل صار دكا، يعني صار ترابا. الله أكبر. هذه الآية تنفي التجسد يا رجل. الآية ترد عليك، يعني الآية تقول لك إذا كان ظهور جزء من نور الله جعل الجبل العظيم هذا يصبح ترابا، وموسى عليه السلام خر صاعقة، هذا كله بس ظهور جزء من نور الله. فكيف بتجسد؟ يعني أن جسد الإنسان لا يحتمل رؤية جزء من نور الله، فكيف يحتمل اتحاد وتجسد؟ وهذا ما قاله الشيخ الشعراوي وهذا ما قالته في الآية. ثم تعال أعطيك مفاجأة. قصة طلب موسى عليه السلام رؤية الله مذكورة في القرآن ومذكورة في كتاب النصارى.
نحن ذكرناها الآن في القرآن، مذكورة في كتاب النصارى في سفر الخروج. موسى طلب من الله أن يراه، تمام؟ حسب كتاب النصارى ماذا رد الله عليه؟ قال لا أحد يراني ويعيش. كويس، يعني رؤية الله معناها الموت، فيش حد يرى الله ويعيش. هذا تعبير من؟ تعبير كتاب النصارى. ممتاز ممتاز. إذا كانت الرؤية، يعني الآن لما كتاب النصارى يقول أن الله لا أحد يرى الله ويعيش، إذا هنا الرؤية ممكنة ولا مستحيلة؟ مستحيلة. تمام؟ إذا كانت الرؤية مستحيلة فمن باب أولى أن يكون التجسد مستحيلا. يعني أنا لما أقول لك الآن لن تستطيع أن تنظر إلى الشمس لمدة 5 دقائق، ربما تصاب بالعمى، إذا أنا هنا نفيت قدرتك على رؤية الشمس، صح؟ هل يأتي عقل ويقول الشمس اتحدت بالإنسان؟ إذا كان الرؤية مستحيلة فكيف بالاتحاد؟ كتابك يقول رؤية الله مستحيلة، كيف تقول الله اتحد في جسد يسوع المسيح الإنسان؟ يعني الآية في القرآن الكريم وفي نص في كتابك ينفي أصلا. فاستحالة الرؤية إذا من باب أولى استحالة التجسد. تمام؟ هذا بالنسبة لكذبك على الشيخ الشعراوي. أنت عارف في القرآن حديث عن إبراهيم لما قدم إسحاق، بلاش إسحاق عشان خاطر ما تقول ما ذكرش اسماء، ماشي تقول اسماعيل، لا ما ذكرش اسماء بقى، هو ابن إسحاق وخلاص، ابن إبراهيم قدمه. ولما وتله للجبين طاع، ربنا قال له انظر، والآية الكتابية القرآنية تقول وفديناه بذبح عظيم، وفديناه بذبح عظيم. دي آية قرآنية حضرتك طبعا 1,000,000% عارفها. أسألك سؤال بس صغير في السكة، لقب عظيم، الاسم عظيم دي هي مش من أسماء الله العظمى أو الحسنى؟ العظيمة والحسنة من أسماء الله الحسنى 99. العظيم لله جل جلاله العظمة. ينفع تسمي الخروف عظيم ولا ده رمز لحاجة مهمة؟ احنا بنؤمن ان الفداء في العهد القديم بتاع ابن ابراهيم والفصح اللي بيتعمل والذبائح كلها رمز للفداء بتاع المسيح. لما انا قلت له الاله عندك مات على الصليب، اتى بقصة سيدنا ابراهيم انه كان يريد ان يذبح، اختبره الله عز وجل بذبح ابنه، لكن بعد ذلك الله عز وجل فداه بذبح عظيم، يعني فداه بكبش. طيب ايش دخل هذا في قصة ان الاله مات على الصليب عندك؟ لان الاله خروف عندك في سفر الرؤيا يوحنا، حيث يقول هؤلاء يحاربون الخروف والخروف يغلبهم لأنه رب الأرباب وملك الملوك. فعشان الإله عندك خروف تريد أن تقارنه بالكبش الذي فدى الله عز وجل به إسماعيل؟ كويس، خلاص هو بيحكي عن الكبش اللي هو معبوده. كويس، هو يريد هكذا، يريد، ما فيش حل، ما فيش غير ذلك، يريد ربط هذا الموضوع. قال إن الآية تقول وفديناه بذبح عظيم، قال عظيم اسم من أسماء الله، إذن الذي فدى به إسماعيل الله مش خروف، هو هكذا يريد أن يقول. ليش؟ لأن الآية تقول وفديناه بذبح عظيم، وعظيم اسم من أسماء الله. شايفين الذكاء والاستدلال؟ أولا نعم العظيم اسم من أسماء الله عز وجل، ولكن هل يعني ذلك أنه لا يطلق إلا على الله عز وجل؟ طبعا لا، الله حي ونحن أحياء، لكن صفة الحياء لله عز وجل غير صفتنا نحن، لكن تطلق على غير الله. يعني هو كلمة عظيم لا تطلق إلا على الله عز وجل؟ طبعا لا، تطلق حتى على المخلوقين، وهذا ما قاله القرآن الكريم. يقول الله عز وجل وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وصف الحظ بالعظيم، وصف الإنسان بعض الناس أنهم عندهم حظ عظيم. هل الحظ خلاص صار إلها هكذا؟ ما بك يا زيكو، أصحى يا زيكو. إنما معناها أن هذا الكبش عظيم، هذا الكبش ما فيش مشكلة عادي، وتعني أنه كبير عادي جدا في اللغة هكذا. لكن صفة العظمة لله تبارك وتعالى، صفة العظمة لله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، فالله عز وجل ليس كمثله شيء، لا في صفاته ولا في أسمائه ولا في ذاته سبحانه وتعالى. لكن مش معنى ذلك أن العظيم لا تطلق إلا على الله وحده، لا، تطلق حتى على المخلوقين لكن مع اختلاف المعنى. والقرآن يشهد أن المسيح، والأحاديث تشهد أن المسيح طاهر من كل خطية، والحديث يقول جاء ما من مولود امرأة إلا وينخص الشيطان إلا المسيح عيسى بن مريم وأمه، فجاء لينخص فنخس في الحجاب، مش فيها. تقول المسيح في الحديث لم ينخسه الشيطان، إذن هو مطهر من الخطايا. برضو مدلس يا زكريا بطرس كعادتك. لماذا؟ لأن الحديث يقول أن الشيطان لم ينخس المسيح وأمه. هل أنت تقول أن مريم بلا خطيئة؟ الحديث يذكر المسيح عليه السلام وأمه. وعدم نخس الشيطان لهم عند ولادة المسيح لا يعني أنه بلا خطيئة مطلقة، لا يعني ذلك، بل هو مجرد استجابة لدعاء أم مريم من الله عز وجل، لأن أم مريم
دعت الله عز وجل إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان، فاستجاب الله لدعائها. فالمسيح وذريته، طبعا ما عندوش ذرية، لو كانت عنده ذرية ما كانش كذلك ينخصم الشيطان. هذا إكرام من الله عز وجل. وين المشكلة بالضبط؟ عدم مس الشيطان له عند ولادته لا يعني أنه ليس بلا خطيئة، لا يعني أنه بلا خطيئة. وبرضه الحديث يقول مريم لم يمسها الشيطان، هل هي بلا خطيئة؟ لا طبعا، إنما هذه كرامة من الله عز وجل واستجابة من الله لدعاء أم مريم. بعدين المسيح في كتابك، من قال إنه ليس بلا خطيئة؟ من قال إنه بلا خطيئة؟ يعني هو مكملها 24 ساعة شتائم في كتابك وتقول لي بلا خطيئة؟ يعني ما فيش نوع شتيمة إلا وشتمها المسيح عندك في كتابك وتقول لي بلا خطيئة؟ وصف المرأة الكنعانية المسكينة التي كانت ابنتها مجنونة، قال لها ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. والقديس أغسطينوس في كتابك أو في تفسير القمص تدرس يعقوب ملطي يقول أن المسيح قال عنها كلبة. هذه مش خطيئة؟ إذا كنت تعتبرها مش خطيئة إذا ارضى على نفسك أن تكون كلبة، ما دام كلمة كلب مش خطيئة. لما المسيح كان يقول لا تعطوا القدس للكلاب ولا تطرحوا الدرر أمام الخنازير، كان يصف مجموعة من الناس بالكلاب والخنازير، هذه مش خطيئة؟ لما المسيح في كتابك في إنجيل يوحنا قال عن المرأة الزانية من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها بالحجارة أولا، يعني هو قرر قاعدة اللي بلا خطيئة يرجمها. طيب مش مفروض هو بلا خطيئة، ليش ما رجمها؟ طيب أنتم عندكم التعميد، في طقس عندكم اسمه التعميد. لو سألت النصراني لماذا تعمد أنت؟ لماذا أول ما يولد النصراني يعمد أو واحد يدخل للنصرانية يعمد؟ ليش التعميد هذا؟ يقول لك للتطهير من الخطية. برافو عليك. يسوع المسيح عمده يوحنا المعمدان، عمده في نهر الأردن، إذا هو بخطية، إذا هو بخطية. إضافة ما فيش نص صريح في كتابك يقول المسيح بلا خطية، ما فيش نص هكذا ينفي عنه مطلقا الخطايا. وكان يقول أيها الأغبياء، وكان يقول أيها الحمقى. طيب يعني لما المسيح يقول أيها الحمقى هذه خطية ولا مش خطية؟ خطيئة. الدليل أن المسيح نفسه في إنجيل متى قال من قال لأخيه يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم. معناتها كلمة حمقى أو أحمق خطيئة. طيب هو قالها في إنجيل لوقا 11:40 قال أيها الحمقى، إذن هو بخطيئة. قلت أنه إله من الثلاثة اللي تقنع به الناس، واستشهدت بسفر المزامير قال الرب لربي. وأيضا استشهدت حاجة من قانون الإيمان، إله من إله. أرد حضرتك حتة الآب والابن دي حتة عاملة قلوا دماغة الناس. ليه؟ لسبب بسيط جدا، إنهم بياخدوا الكلام بالمعنى الحرفي، نفس الاستواء. وأنت عارف اللغة يعني التعبيرات يا إما أن تكون حرفية يا إما أن تكون بلاغية. الحرفية يعني يسموه كده عندكم كلام لازم عنها. لو قلت السؤال زين رجل، طيب كلام حرفي لازم معنى، يعني ما هوش لا سمح الله أنثى مثلا، لكن هذا رجل. لكن لو قلت أن زين ممكن تشتمني لو خدتها بالمعنى الحرفي، بس اللغة ما بتقولش كده، بتقول إن ده تشبيه. لما تقول زين أسد أو مثل الأسد ما فيهاش عيب ولا فيهاش أي حاجة. الكلام عن ربنا عندنا في اللانجوج واللغة المستخدمة ما فيش كلام حرفي. الكلام حرفي عن الله ما يتفهمش، لكن بيبقى كلام بلاغي أو بياني أو مجازي أو رمزي. دي اللغة كلها لغة، كلمات لغة يعني. فلما نقول قال الرب لربي، أولا كلمة رب من معاملتك الشخصية ولازم تفهمها كويس حبيبي، إن رب غير إله. معرفش أنت عندك في اللغة تفهم دي ولا ما تفهمش، لكن في اللغة الإنجليزية وفي اللغات الأخرى كلها في تمييز بين الاثنين. إزاي؟ الله في اللغة الإنجليزية مثلا اسمه God، وفي العربية الله، لكن كلمة رب مش معناها الله. وإزاي بقى؟ هي بالراحة يعني. الله في اللغة الإنجليزية اسمها لورد، رب في الإنجليزية لورد. احنا مالنا مال الإنجليزية، احنا بنتكلم عربي. نستطيع أن نقول على الزوج في البيت والأب ما نقولوش عنه إله البيت كفر، إله البيت كفر. لكن لما نقول إنه رب البيت، يعني إيه رب البيت ده بقى؟ إله برضه؟ لا مش لا. رب البيت يعني سيد البيت. إذا الله من ألقابه هو سيد العالم، سيد. الله رب، الله سيد يسود على العالم كله. ومن هنا الله سيد العالم بيتكلم إلى المسيح الذي أصبح ممثلا لله، بيمثله على الأرض
انتظروا الرد. فعلا حلول الله الواحد له وقت. ممكن يكون الرب لا تكلم إلى المسيح السيد الذي يسود بالاسم الله. يعني أنا سألت سؤالا واضح. سفر المزامير في كتابك يقول في سفر المزامير 110 قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدمي. صار يقول هذه تشبيهات، وزي ما نشبه زين بالأسد لا يعني إن أسد زين دخل التشبيهات في كل هذا. وين التشبيه في النص؟ النص يقول قال الرب لربي. كان سؤالي واضح ومباشر، كم رب هنا؟ كم رب هنا؟ طبعا هو لمح تلميحا ان كلمة رب عادي ممكن تطلق على رب البيت وكذا، متفق معك صح، لكن اتحداك يا زكريا بطرس ان تقول ان كلمة رب الثانية لا تعني الاله الحقيقي، لانك حتخلي الكنيسة القبطية الارثوذكسية تعلقك من رجليك، لان باتفاق المراجع الكنسية القبطية ان الرب الثانية معناها الاله الحقيقي، ويستدلون بأن المسيح إله معنا. يعني إله كلم إله، لدرجة أن بعض التفاسير النصرانية تعرفوا ماذا تقول يا إخوة؟ في نص قال الرب لربي قال الله لله، هكذا الحرف والله في المراجع النصرانية، يعني الله والله اثنين الله في مراجعهم هكذا يقولون. وبعدين قال أن كلمة الرب غير إله، هي سواء كلمة إله أو كلمة رب في اللغة قد تطلق على الإله الخالق سبحانه وتعالى، وقد تطلق على غير ذلك، على غير الإله الخالق سبحانه وتعالى. تصور ان عندك في كتابك الشيطان اله، عندك في كتابك الشيطان اله في سفر في رسالة بولس إله الكورنثوس، إله هذا العالم قد أعمى أذهان غير المؤمنين. التفاسير النصرانية تقول أن الإله المقصود هنا الشيطان، يعني الشيطان في كتابك أطلقت عليه كلمة إله، ويسوع المسيح اللي بتعبده ما أطلقش عليه كلمة إله. مسخرة والله مسخرة. لكن عندك لسه الموضوع بتاع إله من إله، وضربت بعض الأمثلة منطقية ما بنقولش فيها حاجة مش كاملة. يعني ليه بقى؟ أنت قلت مثلا شمعة من شمعة، طب ما هم اثنين، وقلت حاجات كتير كذا من كذا يبقوا اثنين. بس نسيت إنك أنت تقول اللي إحنا ذاكرينه في قانون الإيمان، داخلين إله حق من العقل، وقبلها كذا إيه؟ نور من نور، نورين بقى. نور من نور أو نور من نار، لأن النور هو شعاع، بس لما بيبقى نار بيبقى بطيء الحركة، مفيش نار في مصر، لكن لما بيبقى سريع الحركة بيبقى شعاع. يبقى شعاع نور من هذا النور الكتلة أو النار. بس لما يعني يمكن احنا نتبادل الكلام ونقول الحجج، يعني فكده بنقول حجات. احنا داخلين في قانون الإيمان نور من نور، زي نور من نار. وانت عندك في القرآن الله نور السماوات والأرض، بس مش نور النور. نوره كمشكاة فيها مصباح، والمصباح في زجاجة، والزجاجة تضيء كأنها كوكب دري. يعني نور الله لما كان في الزجاجة ما حددش نور الله، بالعكس لأن في بهاء كبير قوي كده على حضرتكم، بقى نور كأنه كوكب دري. فوجود الله في المسيح نور، بس جسد المسيح شفاف بلا خطية، فبيبعث النور للعالم كله، وعشان كده أنا هو نور العالم. لم يرد كذلك على قانون الإيمان عنده حين يقول إله من إله، كان السؤال مباشر، واعترف هو أن الأمثلة التي ضربتها من أمثلة منطقية. قلت له لما قانون الإيمان عندك يقول إله من إله، كم إله؟ لما أقول رجل من رجل رجلان، امرأة من امرأة امرأتان، شمعة من شمعة شمعتان، إنسان من إنسان إنسانان، طبيعي. طيب النص يقول عندك إله من إله، كم؟ اثنين. بعدين خلط الموضوع ببعض، قال بس في برضو يقول نور من نور، زي ما نقول نور من نار. ماذا يقول هذا بالله يا اخواننا؟ ماذا يقول هذا؟ خاش في 90 في عمره، بدأ يخرف رسمي، هو يخرف من زمان فما بالك خش في 90 في عمره. اشتخل قال نور من نار، اشتخل النور من النار في، هو الكلام واضح جدا. قانون الإيمان عندك يقول إله من إله، كم واحد؟ يا تقول واحد يا تقول اثنين، ما عندكش حل آخر. يعني شو الفلسفة هذه كلها؟ طيب نور من نور، أي نورين، نور من نور نورين. بعدين جاب الآية في سورة النور الله نور السماوات والأرض، ماشي تمام، لكن ما قال الآية لا تقل إله من إله ولا نور من نور، قالت الله نور السماوات والأرض، ما فيش إشكال. لكن لم تقل الآية نور من نور أو إله من إله كما يقول قانون الإيمان عندك. وبعدين ضرب تشويه، قال عادي الإله يشبه بالأسد ومش عارف، هو عنده هكذا. يعني المشكلة مش إن الإله عندك يشبه بالأسد، المصيبة إن الإله عندك في كتابك يا زكريا بطرس
شبه باللبوة، واخد بالك؟ شبه باللبوة في سفر هوشع، يقول أكون لهم لبوة، كلبوة، عفوا كلبوة، النص يقول كلبوة، النص خليني أعرض لك على الشاشة. سفر هوشع 13:8 قال لك أسد، يا ريت أتشبه بالأسد. أصدمهم كدبة، مشبه حتى بالدبة، وأشق شغاف قلبهم وآكلهم هناك كلبوة، حياكلهم زي اللبوة. اللبوة بتاكل إيه؟ يا زيكو، اللبوة بتاكل إيه؟ بتاكل عدس طبعا. إذن الإله عندك مشبه بماذا؟ مشبه باللبوة اللي بتاكل، صح؟ طيب يعني مش مشبه بأسد. أصلا فكرة تشبيه الإله أساسا هيك فكرة كفرية، حتى المفروض يعني المشكلة كتاب النصارى متناقض في هذه النقطة. كتاب النصارى في سفر إشعياء يقول بمن تشبهونني وبمن تسوونني، وبعدين تجده يشبهه باللبوة وبالدبة وبالدودة في سفر المزامير. سكران اللي كاتب هذا الكلام، سكران، مش مجمع. مرة يقول لك بمن تشبهونني وبمن تسوونني، وهو مشبه حديقة حيوان كاملة مشبهها بالإله في كتاب النصارى. ما فيش حيوان إلا ومشبه بالإله في النصرانية، لبوة ودبة ودودة وأسد وخروف، كله حديقة حيوان كاملة فتحها. بعدين يجيك يقول لك بمن تشبهونني وبمن تسوونني. أنا مش عارف كيف هذه بصراحة. تيجي بقى لنمرة 6، الآب والابن والروح القدس. ده بتقطع عليها خط. بتصور بقى، شفت المناظرات بقى، اسلوب المناظرات بقى، ده اسلوب المناظرات. لو اسلوب حوار يقول لك انت بتقول الاب والابن والروح القدس، ممكن تفهمها لي؟ انت ايه رايك؟ حاضر. لكن بقى شوف اسلوب المناظره، الاب والابن والروح القدس، لا تقل الثلاثه واحد. ايوه بالسيف، اوعى تقول ثلاثه حضارات، اوعى تقول انت واحد. لا، هقول الثلاثه واحد. مصطفى هذا اعلى ما خيلك اركبوا حبيبي، وبكل سرور ومحبه يعني. وبعدين قال اني انا قلت بصوت عالي لا تقل الثلاثة واحد. طبعا لا تقل الثلاثة واحد. الآب أقنوم شخص، الابن أقنوم شخص، الروح القدس أقنوم شخص. كيف حتخليهم واحد هؤلاء؟ النسكافيه ممكن تخليه واحد، 3 أشخاص يكونوا واحد مستحيل هذه. وقال لك قالها بصوت مرتفع، وحيقطع رقبتي. أقطع رقبتك ليه إن شاء الله؟ هو أنا شايفني مؤمن بكتابك عشان أقطع رقبتك؟ ما هو كتابك يقول في سفر إرميا ملعون من يمنع سيفه عن الدم. في كتاب النصارى في سفر إرميا ملعون من يمنع سيفه عن الدم، ملعون من يعمل عمل الرب رخاء. هكذا يقول في كتابك. لما أنا أكون مؤمن بهذا النص ممكن أقطع رقبتك فعلا، بس أنا مش مؤمن به. وليش أذبحك؟ قال هيذبحني. هو أنا شايفني يسوع المسيح في كتابك؟ لأن يسوع المسيح يقول، حشاه طبعا سيدنا المسيح، أنا أنقل تحريفات كتابكم. في إنجيل لوقا 19:27 النص يقول أما أعداء أولئك الذين لا يريدون أن أملك عليهم فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي. يقول عندك طلع بقى سورة النساء آية 171، هكرر تاني عشان تكتب. سورة النساء آية 171 اللي بتقول إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. ده جسديا رسول. احنا بنقول المسيح رسول وإنسان عادي وكل حاجة، بس سيبك من الرسول دي، عرفناها خلاص إن المسيح إنسان. بس شوف اللي جاي بقى، رسول في الله بقى، مسيح رسول الله في الله بقى، اللي هو المسيح رسول الله. وكلمته، الله ليه كلمة؟ كلمته الهاء ضمير مفرد غائب تصل يعود إلى الله. ثم ليه كلمة ألقاها إلى مريم. وروح منه، روح منه الهاء ضمير ذكر تصل يعود على الله، فكأن الله موجود. والله ده الحي. بس اصبروا شويه يا اخوه، سياتي الرد باذن الله، بس اصبروا علي شوي. وليه كلمة كلمته ألقاها إلى مريم. قال ارجع إلى سورة النساء 171 تتكلم عن الثالوث النصراني، وأتى بقوله تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. طيب لماذا لم تقرأ الآية كاملة؟ لماذا لم تقرأ الآية كاملة؟ بداية الآية تقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. هذه ما ذكرهش. بعد تقول لا تغلوا في دينكم يعني ولا تقولوا على الله إلا الحق، يعني أنتم تقولون الباطل. هذه لم يقرأ هذه الجزئية. يظننا لا نحفظ القرآن الكريم مثل ما يفعل مع كتابه. لن تستطيع أن تدلس مع القرآن. بعد الآية تقول ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. كمل الآية، ليش ما كملتها؟ فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة.
أنت متصور أن زيكو بزرد جايب آية يقول إن هي تتكلم عن الثالوث النصراني، والآية نفسها تقول ولا تقولوا ثلاثة. يخرب بيت عقلك. الآية تقول ولا تقولوا ثلاثة، الآية ترد عليك. طيب ما معنى وكلمته ألقاها إلى مريم؟ أي أن المسيح عليه السلام خلق بكلمة من الله وهي كن فيكون دون تدخل بشري. وهذا ما وضحه الله عز وجل في سورة آل عمران حين قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذه معنى كلمته ألقاها إلى مريم. ألقاها أي بكلمة كن فيكون. ايش دخل هذا بالثالوث؟ هو أنت عندك الثالوث ملقى؟ الآية تقول ألقاها. خلاص قل أمام الناس أنك أنت تؤمن بالكلمة الملقى. يلا هذا مستوى المعبود بتاعك معناته أنت يا نصراني. لكن ألقاها هنا بمعنى كلمة كن فيكون. وروح منه نسبة تشريف لله، نسبة تشريف لعيسى عليه السلام أنه روح من الله. وهذا ليس في المسيح وحده، حتى آدم عليه السلام يقول الله عز وجل ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. حتى آدم روح من الله، نسبة تشريف. كما نقول بيت الله، أرض الله، ناقة الله، نسبة تشريف لا يعني على الحقيقة. عندك نص في كتابك يقول جبال الله، هل معنى ذلك أن هي أقنوم من الأقانيم؟ وهل معنى روح من الله معناها إله؟ عندك نص في كتابك في سفر الرؤيا يقول 7 أرواح الله. أنت الإله عنده 7 أرواح. إذا قلت إن روح الله معناها إله معناته عندك 7 آلهة. وبعدين لما نسأل النصراني أيها النصراني هل عندك روح؟ سيقول عندي روح. روحك هذه من؟ سيقول من الله. إذا أنت روح من الله؟ سيقول نعم. هل صرت إلها هكذا؟ وروح منه، أنت حتى روحك أنت من الله. أين الإشكال في ذلك؟ فإذا حديثنا عن الثالوث آب يمثل قلب أبوة الله الودود، حي الروح القدس، روح منه عاقل يتمثل في الكلمة الناطقة كن فيكون، والذي ظهر في القرآن كلمة الله. طيب ثم قال وهو يشرح الثالوث أن الله الآب كائن حي ناطق بكلمته مش عارف إيش بروحه. هذه المقولة بالذات ترفضها الكنيسة الأرثوذكسية التي أنت تنتمي إليها. مفروض الأنبا رفائيل يقول بالحرف إن القول بأن الآب كائن والابن كلمة وناطق بكلمته حي بروحه، هذه المقولة باطلة ولا تشرح الثالوث، باطلة ولا تشرح الثالوث. بعدين أنت عندك 3 كائنات مش كائن واحد. الآب كائن بذاته شخص أقنوم، الابن كائن بذاته شخص أقنوم، الروح القدس كائن بذاته شخص أقنوم، مش صفات هي ولا أسماء ولا تشبيهات. أنت ماسك لي كلها تشبيه ماذا بالضبط؟ تشبيه ماذا؟ ايش دخل التشبيه في الموضوع؟ أنت عندك الثالوث 3 أقانيم. ارجع إلى معنى كلمة أقنوم. أقنوم كلمة سريانية، المقابل لها اليوناني هيبوستاسيوس، المقابل لها العربي شخص. يعني أنت عندك 3 أشخاص، الآب شخص والابن شخص والروح القدس شخص. 3 أشخاص تعبدهم، 3 ذوات. بتقول لي كائن بذاتي حي بروحي ناطق بكلمتي. شو ناطق بكلمتي؟ هل أنت المسيح عندك مجرد ناطق؟ طبعا لا تكذبوا على الناس. أنت المسيح عندك كائن بذاته مش مجرد ناطق. ثم الله اللي خلق الإنسان عنده حب، هو أيضا عنده قلب محب، قلب محبة. مش ممكن يكون كائن حي عاقل وما عندوش مشاعر، لكن الله بيحب. وعندكم الله ودود، صحيح ما فيش عندكم كلمة محب، لكن مكتوب عندهم ودود، يعني عنده مشاعر. تقول عندكم في النصرانية يعني الله محب، أما أنتم كمسلمين ليس عندكم الله محب، عندكم ودود. لا عندنا يقول نزيكو بس أنت ما تعرفش تقرأ القرآن. افتح سورة طه، يقول الله عز وجل وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وألقيت عليك محبة مني، يعني الله سبحانه وتعالى مذكور في القرآن أنه محبة. تمام؟ فبالتالي أنت راجع القرآن كويس. ونحن عندنا طبعا من أسماء الله عز وجل الودود. وقلت الودود معناه عنده مشاعر إيه ونيلة إيه؟ غبي. طبعا غبي مش شتيمة على فكرة. هذه يسوع عندك في كتابك كان بيقول للناس يا أغبياء، إلا إذا كان هذا بيشتم. فنحن الله عندنا ولله الحمد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
فليس كمثله شيء لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ذاته سبحانه وتعالى. بعدين أنت كيف تقول الله محب عندكم؟ يا للعجب. بولس عندك في كتابك يقول بدون سفك دم لا تحدث مغفرة. بدون سفك دم لا تحدث مغفرة. تخيل الإله عند النصارى لا يغفر إلا بسفك الدم، لذلك سفك دم ابنه على الصليب. هذا إله محب هذا؟ لا يغفر الخطية إلا بسفك دم، تقول عليه محب؟ إلهك في كتابك أيها النصراني يأمر بقتل الأطفال والرضع والنساء والشيوخ الكبار. هي الأخيرة يحفظ على نشيد الأناشيد. أيوة. واخترت حتة كده دوائر فخذيك. دوائر فخذيك. وخدتها بالمعنى الحرفي. هي كلها حرف. أخدها طحين وعامل رئات مدورة كده. موضوع جمال برضه مش موضوع جمال بس. واخدها في الطحينة تشكيلة كده والقاع عامل رئات زي العجل بتاع العربيات. مش لان لا مش كده. باين من كلامك انك انت اعلى من المستوى شويه. لا امال معناها ايه ده؟ كده معناها ايه؟ الليمبي هذا اللي يكلم فينا مش مقمص. وائل فخذيك. ارجع لمطلب العربيه درسنا مفاصل فخذيك. مفاصل فخذيك. مفاصل لو خليته فخذيك ارحم. يا ابني يا حبيبي الكلام لا يؤخذ بالمعنى الحرفي والا حنقطع حاجات كثير. لكن شوف المعنى الروحي والمعنى الكيفي اللي ينطبق عليه كلام يتفهم. دوائر فخذيك اي مفاصل فخذيك غير مسموع لها تقطع ولا ترقع ولا شيخوخه ولا مرض. يعني انت مش بالمعنى الحرفي. حين قلت له هل ستقنع الملحد بأن النص الذي في كتابك ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم دوائر فخذيك مثل الحليب صنعة يدي صناع، هل ستقنع الملحد أيها القس زيكو بزرط أن هذا وحي من الإله؟ ماذا رد هو؟ قال ارجع للنص العبري. نصيحة مني لك، خليك في العربي أحسن لك، لأن لو رجعنا إلى النص العبري فالكارثة أكبر وأكبر. على سبيل المثال في الترجمة العربية النص في نشيد الإنشاد يقول هنالك أعطيك حبي. ارجع إلى النص العبري، الكلمة بالعبري ددي، المترجم العربي حرفها ددي يعني ثدي، يعني هي ستعطيه ثديها، بس حرفها المترجم العربي. أنا قلت لك خليك في العربي أحسن لك أرحم لك. وبعدين قال لا دوائر فخذيك المقصود بالفخذين هنا المفاصل. أنت فصلتنا ضحك والله. أنت لو خليتها أفخاذ أرحم. السؤال ما زال قائما، أنت لم تجب على السؤال. هل خلاص دوائر مش دوائر فخذيك، دوائر مفاصلك، كويس؟ هل ستقنع الملحد أن هذا وحي إلهي؟ هل ستقنع الملحد أن هذا وحي إلهي؟ بتطلب تتحدى أن أنا هقبل أو مش هقبل مناظرة علنية مع حضرتك. ليه بتتحدى وليه بتقترح أن ده أنا مش هقبل؟ يعني ليه؟ مش عارف. يعني إحنا عندنا قوية أكثر من أو قربت عن 25 سنة بنتكلم الكلية. اللي هيخليني أرفض هو بس أنا برفض أسلوب المناظرة، لكن بقبل بدأت حاجة اسمها الحوار. الحوار فيه ليه؟ لأن الحوار بناخده ودنا مفتوحة عشان نسمع بعض وفكرنا حاضر عشان خاطر طيب كلام بعض. فلو تقبل الحوار كل السرور. أنا عندي من أن أنا أسعد بمناقشتك وحوارك المنطقي والهادي لسعادة كل فرح. قلت أنك ترفض المناظرة، ولكن لا بأس أن تقبل بالحوار. سميها مناظرة، سميه حوار، سميه بطيخ، سميه أي كان، لكن لن تجرؤ، وأنا قلت هذا الكلام وأكرره، لن تجرؤ على الحوار المتبادل. خلاص أنا موافق أحاورك، لكل واحد مثلا 5 دقائق أو 10 دقائق أرد عليك وترد علي. هل تجرؤ؟ والله لن تجرؤ. انظر الآن أغلقت الخط مباشرة. أنت حدك أنك أنت ترد في مداخلة واحدة بعدين تغلق الخط لعند الأسبوع الجاي. خلاص الناس يكونوا نسيوا الحوار ومش عارفين ماذا قلنا في الحوار وكذا. المفروض الآن الحوار يكون متبادلا، لكنك لم تقبل ولن تقبل بذلك لأنك تعلم أنك تكذب، بشكرك إنك كنت أنا أقول الحاجات دي كلها. لا الخط حاليا. أنا بشكرك إنك أنت سمحت لي فرصة إن أنا أقول الحاجات دي كلها اللي عندي، وأنا برحب بيك تشرفني المرة الجاية إن شاء الله، لأن النهاردة أنا خلص وقتي وعديت الموعد. لقد قال هو والجميع سمع، لقد قال لن نفصل عليك الخط. ومش بنقفل عليك الخط ومش بنصادر كلامك،
اطلاقا. كل دي حاجات بتتقال علينا للتشويه بس. وسنتيح لك الفرصة. والجميع سمع هذه الكلمة، أليس كذلك أيها الإخوة؟ وإذ بنا نفاجأ أن أبوهم زكريا بطرس هرب، تكلم تقريبا نصف ساعة أو أكثر. يعني قال تعال المرة الجاية. كيف تعال المرة الجاية؟ المفروض هذا حوار، الحوار يكون متبادلا. قلت مداخلتي ثم تركتك تتكلم، مفروض الآن أنا أرد عليك، وهذا ما كنت متأكدا منه. قلت له لا تفصل الخط، وقال لن نفصل الخط، وقد فصل الخط بالفعل كما رأيتم جميعا. هكذا تكون انتهت المناظرة، الحمد لله رب العالمين. وقد هرب القمص زكريا بطرس ولم يستطع إكمال الحوار كعادته، الحمد لله رب العالمين.